هلا والله حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. واليوم وصفتنا هي المسخن الفلسطيني، غنية عن التعريف، طرق هواية ووصفات مختلفة. طبعا الطريقة هاي اللي جبت لكم اياها طريقة مضبوطة وأصلية، وإن شاء الله يا ربي راح تعجبكم. تابعوا الفيديو من البداية للنهاية ولا تنسونا باللايكات والمشاركات. بالبداية راح أجيب الدجاج أقطعه ونظفه على حسب الأصول، وأخليه على الجدر، أخليه على النار ونبلش نسلقه. راح أخلي ورق غار، بصل وقرنفل. أول ما أشيل الزفر مالته راح أخليه يغلي فقط 3 دقائق، مو أكثر من 3 دقائق، حتى ما يكش ويصير عندي حجم القطعة كلش صغار، وبنفس الوقت راح يروح الطعم مالته. راح أخلي شوية ملح، واخلي السماك، وراح اخلي بهارات مدخنه. راح اخلي شويه زيت زيتون، وراح اخليها بهذا الشكل. طبعا مثل ما تشوفون الفرن عندي راح يكون جاهز، وراح اخليها بالفرن. اجيب صينيه اخلي عليها شويه من هذا الزيت والبهارات اللي تبناها، وراح اخلي الدجاج، قطع الدجاج عليها. ومثل ما قلت لكم الفرن عندي يكون جاهز، ونخليها بالفرن عدلو قبل. ونبلش بالبصل. طبعا البصل حسب الكمية اللي انتو تريدوها. طبعا انا هنا جبت البصل ونقطعه مربعات شوية كبار متوسطة، يعني لا كلش صغيرة، بهذا الحجم مثل ما واضح قدامكم. خليها بجدر ونخلي ينغمر بزيت الزيتون. طبعا اغطيه بالزيت الزيتون بهذا الشكل، واخليه يستوي يذبل على راحته. على النار تكون متوسطة مو كلش عالية. راح تشوفون وتلاحظون بهاي الطريقة. من يصير عندي بهاي المرحلة البصل راح يكون جاهز عندي، اطفي النار عليه وابلش اعزل. طبعا هنا أنا راح اصفي البصل واخليه بصينية ثانية بهذا الشكل. اصفي البصل كليته، راح اخلي عليه شوية ملح، واخلي عليه هذا شو يسموه؟ السماك. راح اخلي عليه السماك. طبعا هذا السماك جبته الاصلي، فانتم حاولوا تجيبون النوعية الاصلية. اكو بيه هواية انواع، وبيه نوعيات يكون بيه صبغة، فهذا اللي تاخذوه. راح اخلي عليه شوية من مي الدجاج، نعطيها شوية طعم طيب، واخلطها خلطة سريعة. وراح نبلش بالخبز. طبعا هذا الخبز انا اللي استعملته، هذا الخبز العراقي. انتو اكيد هذا متوفر بكل مكان، وتقدرون انتو تسوونه بالبيت، يعني مو كلش صعب. بهذا الشكل اغطسها بالزيت الزيتون واخليها بصينية، واخلي عليه البصل والسماك بهاي الطريقة حسب الرغبة والكمية اللي انتو تريدوها. طبعا بهذا الشكل على البصل. الفرن راح يكون عندي بعده خليه مشتغل، لا تطفوه، خلوه مشتغل على درجة حرارة 200 تقريبا. وبهذا الشكل خليها طبقات بين طبقة وطبقة بهذا الشكل. نخلي البصل لحد ما نخلص الكمية المطلوبة واللي انتو تريدوها. طبعا راح اخليها بهذا الشكل. اخر شي راح نجيب قطع الدجاج ونصفطها على فوق الخبز بهذه الطريقة، وعدلوا قبل على الفرن. خليها لمدة 10 دقائق بين ما الخبز يقسب وينطي حرارة يصير كلش طيب. طبعا بهذا الشكل خليها بالفرن لمدة 10 دقائق ويصير عندي جاهز. يا سلام يا سلام يا سلام، شنو الروايح. طبعا انا ليش قلت لكم نغليه 3 دقائق؟ حتى من اخليه بالفرن لينشف هوايه، ويصير خاصة صدر الدجاج إذا انسلق هواية وراح نخبزه راح ينشف. نخليه بالفرن ينشف ويصير كلش قاسي، فمنخليه يصير كلش طري وطعمه فريش. بهاي الطريقة نخلي المكسرات، نخلي المعدنوس، اختيارية طبعا. يا عيني يا عيني. وبالعافية عليكم حبايب. لا تنسونا باللايكات والمشاركات. بخرها شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام. هذا المسخن على وصوله.